السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير جدا بتسأل ليه قبل ما ندخل اللجنة بننسى كل حاجة، كأن الذاكرة بتاعتنا ميح بعد ما بذلنا مجهود وذاكرنا كتير قوي وقعدنا نراجع ونحفظ ونحل ونتدرب قبل اللجنة وطبعا التوتر بيبقى سيد الموقف. واول ما نمسك ورقة الأسئلة بنلاقي الامتحان سهل مية مفيهوش اي حاجة. ليه اللحظة دي بتحصل قبل اللجنة؟ اولا لازم تعرف ان ده بيحصل للناس اللي مذاكره كويس بس، انما اللي مش مذاكر كويس او عاوز يقفل الامتحان كله بيبقى بارد جدا قدام اللجنه ويمسك الورقه يحل اللي عارفه وضمن النجاح، بيتوكل على الله ويمشي. ممكن يطلع بدري قبل ما يكون ميعاد تسليم الورق اصلا جه. ده شيء طبيعي. ليه بقى؟ اول حاجه انت عندك كم من المعلومات كتير جدا، انت مذاكر كل الوحدات، معلومات كتير جدا. الماده بتبقى متقسمه احيانا، زي مثلا اللغه العربيه فيها نحو وصرف وبلاغه وادب، في حاجات كتير. فانت مذاكر كل ده في دماغك، في كام واحده في دماغك. فقبل الامتحان انت مش عارف تدخل على اي موضوع. ما هو انت لو في حد من زمايلك سألك سؤال هتجاوبه، انما انت عقلك مش عارف يروح فين، الموضوع كله سايح على بعضه. ليه اول ما تمسك ورقة الاسئلة بتلاقي خلاص انت بقى ايه، حددت المواضع بتاع الاسئلة، عارف مكانها في الكتاب فين، عارف مكانها في الملزمة فين. الموضوع بالنسبة لك سهل. اي امتحان ليه معايير، من ضمنها ان اول حاجة لازم يكون في سؤال يتناسب مع الطالب الضعيف. ده بالنسبة لك لو انت حد مذاكر كويس هتحله وانت مغمض عينيك، وسؤال مع الطالب المتوسط، وسؤال فوق المتوسط، وسؤال بقى للطالب الايه الذكي، علشان المعايير دي تخلي فيه طالب بيجيب امتياز، واللي بيجيب امتياز مع مرتبة الشرف، واللي جيد جدا واللي جيد وما الى ذلك. تمام؟ فانت ما تخافش ولا تتوتر قبل اللجنة، لان ده طبيعي وبيحصل مع اي حد مذاكر كويس. طيب اهم حاجة الايام اللي قبل الامتحان. انت ممكن طول السنة ما تذاكرش درسين على بعض في اليوم، ما تذاكرش وحدة في الأسبوع. قبل الامتحان بساعتين ثلاثة ممكن تراجع المنهج كله أكتر من مرة. ليه؟ لأن كتير جدا من الناس ما بيشتغلوش غير تحت ضغط. الامتحان فصلك عن السوشيال ميديا، فصلك عن التفكير في مشاكلك، فصلك عن كل حاجة. بقت عقلك وقوة تركيزك عالية جدا للدرجة ان انت بتذاكر كل حاجة في وقت سريع قوي. فالمهم ان انت تبقى قبل الامتحان، اليومين اللي قبل الماده دولت، لو انت مذاكر من قبل كده وبتراجع، تكون يعني تهتم الحاجات اللي عاوزه حفظ بتحفظها، الحاجات اللي عاوزه فهم بتفهمها، المسائل اللي عاوزه حل بتحلها وتتدرب عليها. وما تخافش قبل اللجنه، ما تخليش ده التوتر يحصل معاك، لان انت كل يوم بيتكرر معاك كده وكل يوم بتتوتر برضو. فالسؤال ده لما جالنا عاوزين بس نقول للناس ان ده طبيعي، وان دي حاجه صحيه، معناه ان انت انسان طبيعي ما عندكش مشكله اصلا. انما الشخص البارد اللي واقف قدام اللجنه مش فارق معاه وقاعد يضحك ويهزر، ده ما بيبقاش عنده يعني ايه الاوبشن اللي هو بتاع ان انا هقفل الامتحان، مش متارجت ان هو يطلع نمبر 1 على الدفعه بتاعته. فده امر طبيعي. ذاكر، خد بالاسباب، اعمل اللي عليك، وربنا هيوفقك ان شاء الله، وربنا يكتب لكم جميعا النجاح والتوفيق والتيسير. خد بالاسباب، استعن بالله، النتيجه في الاخر بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا رايده لك واللي هيكون. وممكن يكون الخير في ان انت لو في ثانوي تدخل كليه ما كانتش على مزاجك، بس ده هيكون في الخير ليك. ولو انت في جامعه ما تجيبش المجموع اللي انت كنت عاوزه او التقدير اللي انت عايزه، بس ده هيكون الخير ليك. لو تعلمون ما في الغيب لاخترتم الواقع. فمحدش يحزن ولا يزعل على ماده ما طلعش حل فيها كويس، او وما تفرحش قوي ان انت جبت اعلى مجموع. خليك ماشي مع قدر ربنا سبحانه وتعالى، وخلي عندك نوع من انواع الرضا، سواء كان عالي او قليل. ما تغترش بالحاجه الجميله قوي في نهايه الطريق فيها خير ولا لا، او الحاجه الوحشه قوي في نهايه الطريق فيها خير ولا لا. ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ييسر لكم الخير اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.